أهلا بيكم في أول فيديو من سلسلة تعلم ال HTML. النهاردة هنتعرف عن إيه هي ال HTML ودورها في عالم الويب. ال HTML هي اختصار لكلمة اسمها Hyper Text Markup Language. تمام، ودي ببساطة اللغة اللي احنا بنستخدمها عشان نكتب ونبني صفحات الويب. تمام، ونقدر نعتبرها زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت إن هي الهيكل الأساسي لأي موقع احنا محتاجين نعمله. تمام، طب ال HTML دي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن tags. تمام، والtags ديت ليها نوعين، ليها نوع اسمه open tag وبيكون بالشكل دوت، وليها نوع تاني اسمه close tag وبيكون بالشكل دوت. الفرق ما بينهم إن هنا بيكون في سلاش، هنا مش بيكون في سلاش. طب هل كل حاجة في ال HTML ليها open tag و close tag؟ هنعرف قدام إن في حاجات بيكون ليها open tag بس، وحاجات بيكون ليها open و close مع بعض، لكن مفيش حاجة بتكون close tag لوحدها. تمام، فاحنا أول حاجة هنبدأ نشرحها تمام في ال HTML هي اسمها الدوك تايب HTML. تمام، طب إيه هي الدوك تايب HTML؟ نيجي نكتبهم مع بعض. تمام، الدوك تايب HTML. تمام، ديت انت دلوقتي لما بتيجي تكتب HTML على الفيجوال ستوديو بتاعك. تمام، فالمتصفح احنا عايزين نقول له تمام خلي بالك ان الصفحة دي مكتوبة ب HTML. طب هو يعرفها ازاي؟ هيعرفها بالسطر دوت، هيعرف ان هنا انا عايز الصفحة بتاعتي ديت تكون مكتوبة ب HTML5. يبقى ديت معناها ايه؟ HTML5 ده رقم الإصدار بتاع ال HTML. بمعنى كل واحد عندنا موبايل دلوقتي، الموبايل بينزل كل مرة كده تحديث. تمام، يقول لك التحديث هو 2.0 2.5 وهكذا. تمام، دلوقتي ال HTML برضو دي لغة، وكل فترة اللي عامل اللغة ديت بيعمل لها تحديثات. تمام، فآخر تحديث ليها حاليا هي HTML5. طب ازاي البراوزر بتاعها هيعرف ان دي HTML5؟ من السطر دوت هنا كده انا بقول له ان اللغة بتاعتي اللي انا كاتب فيها هي HTML5، فانا عايزك تفهم الكلام اللي انا كاتبه لغة ال HTML5 وده آخر إصدار ليها. تمام، يبقى عرفنا إن دوت التاج اللي أنا بعرف ليها البراوزر بتاعي سواء جوجل كروم أو إدج إن أنا بكتب بآخر إصدار لل HTML. تمام، عندي تاني تاج. تمام، ولو لاحظنا هنا ديت عبارة عن open tag بس، ما بيكونش ليها close tag. تمام، بيكون ليها الفتحة بتاعتها والقفلة بتاعتها اللي هي الأكبر منه والأصغر منه. ماشي، تاني تاج بتاعتنا ألا وهي ال HTML. تمام، ال HTML تمام دي عبارة عن open tag و close tag. تمام، طب ايه هي ال HTML؟ ال HTML ديت اللي بيحتوي عليها كل الحاجات بتاعت الصفحة بتاعتي. تمام، كل التاجات اللي انا، عفوا ديت كانت زيادة، كل التاجات الخاصة بيا لازم اكتبها جوه تاجات اللي هي اسمها HTML والقفلة بتاعتها. يعني اي تاج هكتبها فيما بعد لازم تكون ما بين ال HTML. تمام تمام، بعد كده جوه ال HTML في حاجتين أساسيين، إيه هما؟ الهيد والبادي. تمام، نيجي نكتبهم مع بعض. الهيد. تمام، الهيد والبادي. تمام، لازم، وهنا في أوتو كومبليت عفوا. ماشي، جوه ال HTML قلنا في حاجتين أساسيين هي الهيد والبادي، والهيد برضو نفس الكلام ليها الأوبن تاج والكلوز تاج بتاعتها. طب ايه هي الهيد؟ الهيد دي بنحط معلومات عن الصفحة زي التايتل، العنوان بتاع الصفحة بتاعتنا، ملفات ال CSS فيما بعد، الجافا سكريبت فيما بعد، حاجة اسمها الميتا داتا عشان الموقع بتاعنا يكون ظاهر الناس اللي بتسيرش عنه. الكلام ده هناخده قدام، بس في الوقت الحالي دوت محتاجين نعرف إن الحاجتين الأساسيين اللي جوه ال HTML أو الاستراكشر الأساسي أو البنية الأساسية بتاعتي لازم جوه ال HTML يكون في تاج اسمها الهيد وتاج اسمها البادي. احنا دلوقتي خدنا اسمها تاجة الهيد. تاجة البادي، تمام، تاجة البادي تمام ديت عبارة عن open tag و close tag، برضو ليها open tag و close tag. تمام، طب تاجة البادي دي بنكتب فيها ايه؟ بنكتب المحتوى اللي المفروض اليوزر أو المستخدم هيشوفه، زي النصوص، الصور، الروابط بتاعتي، كل أي حاجة محتاج تتشاف في الموقع بتاعي. تمام، دي بتتكتب في البادي. تمام تمام، يعني أي حاجة هكتبها أو هتتشاف في الموقع بتاعي تتكتب فين؟ في البادي. تمام ماشي،
يبقى كده احنا عرفنا الاستراكشر او البنية الاساسية لاي فايل فيما بعد احنا هنبدأ نكود فيه. تمام، لازم يكون بالمنظر دوت. اول حاجة لازم يكون عندي الاصدار بتاعي اللي هو بتاع ال HTML5. انا دلوقتي اللغة اللي انا بكتب فيها ال HTML5. تمام، ولازم يكون عندي التاجة بتاعت ال HTML وجواها التو تاج الاساسيين اللي هي الهيد والبادي. كده احنا خلصنا الفيديو دوت وعرفنا هي الاستراكشر الاساسي لبنية ال HTML بتاعتي. تمام، في الفيديو الجاي هنتعرف ازاي نكتب النصوص بتاعتنا جوه الصفحة. تمام، باستخدام الهيدنج والباراجراف، وندخل في أنواع من التاجات من تاني. تمام، احنا النهاردة خدنا تقريبا 1 2 3 4 تاجات مهمين ازاي نبني الاستراكشر. أول حاجة الدوك تايب، بعد كده ال HTML، وال HTML جواها تاجة الهيد وجواها تاجة البادي. سلام.